بناشد انا اغلب خلق الله، بناشد الناس ان ينشروا الفيديو، يحسوا عشان الناس كلها ما بتنشرش، يحسوا ان في لاجئين وفي بني ادمين في تايلاند، في السجون التايلانديه بيتهانوا. وانت يا حكومه تايلاند نفسي تعاملي اللاجئين ان هم بني ادمين. الناس بتموت من الرعب كل يوم، يعني نفس العالم كده. والمشاهير اللي طالعين بيصوروا لي الكيك، وانا اكلت كيك النهارده، اللي طالع بيصور لي انا اشتريت السيرم ده والشعر ده. انتوا كمشاهير مش قادرين تعملوا حاجه لله؟ انشروا قصتهم، تابعوهم، ساعدوهم حتى لو بالدعاء، لا اكتر ولا اقل. انا كل اللي بعمله ده مش مستني حاجه من حد، دعوه في الغيب بس، والحمد لله ربنا ساطرها معايا في كل حاجه. مساء الخير على كل متابعين قناة خبير تايلاند. النهاردة أنا ولا همسك ورقة ولا همسك قلم، بس النهاردة والله العظيم أنا من جوايا كلمة مجروح شوية. كلامي النهاردة هيكون عن الفلسطيني، إذا كان بقى فلسطيني سوري، فلسطيني عراقي، فلسطيني، عن سوريا، الناس اللي طالعة من حرب، الناس اللي بلادهم على شاشات التلفزيون قدام الجميع، الناس بتتابع الأخبار يوميا، إلا مش عارف بلدة إيه اتقصفت، بلدة إيه عملت. هنيجي لفلسطين. العراق طلعوا أيام ما راحوا عاشوا في العراق، دمرت العراق، طلعوا على اليونان، بعد كده اليونان والاتحاد الأوروبي رفض الكلام دوت، طلعوا على تايلاند زيهم زي فلسطينيين سوريا. الفلسطيني من دول مش محتاج حاجة من الدنيا، هو محتاج حاجة واحدة بس، وطن يعيش فيه، بيدور على الأمان. تمام؟ طلع من بلاده اللاجئين بصورة عامة، راح على تايلاند. طبعا جميعهم بيخشوا بتأشيرة سياحة. لما راحوا يعملوا فيس في تايلاند اللي هي إقامات، طبعا الإقامات صعبة جدا في تايلاند، المحامين استغلوهم، الكلام ده كله. بعض الأحيان تايلاند بتوقف حاجة اسمها تأشيرات، يعني ما بتعملش إقامات، يقولك احنا موقفين الإقامات، مش عاوزين ولا فيز دراسة ولا فيز عمل ولا. ازاي؟ ما تفهمش.
يعني البلد دي قانونها اساسا يعني عاوز لازم تكون بتتكلم تايلاندي، بتقرا وتكتب تايلاندي عشان تفهم القانون بتاعها ماشي ازاي. تمام، نرجع لقصتنا. الفلسطينيين من دول راحوا على تايلاند. الناس دي مش عايزه حاجه من الدنيا. الناس دي راحوا قدموا في منظمه اللجوء او منظمه اليونايتد نيشن، قدموا، فتحوا لهم ملفات، ادوا لهم بطاقه في الاول ورقه، بعد كده قالوا لهم لا تعالوا بعد سنه واتنين احنا بنغير الورقه دي، بندوكم بطاقه، اي حد يسالكم الكلام ده كله تتصلوا باليو ان. المهم اللاجئين يا عيني لا حول لهم ولا قوه. اللاجئين دول مش شباب بس يا جماعه، اللاجئين دول فيهم عائلات، فيهم اللي واحده مع حالها هربت من حرب او اهلها هربوها عشان تروح هي وعيالها، جوزها هربها، في اللي هو خد عياله وهرب، يعني في بتلاقي اب مع عياله بس، الام الله يرحمها، في بتلاقي الام ومعاها اولادها والاب الله يرحمه، في اخوات تلاقي الاب والام الله يرحمهم واخوات لا حول لهم ولا قوه. كل ذنبهم في الدنيا، ذنبهم الوحيد ان هم فلسطينيين. تحس ان هم القوم المغضوب عليهم. ليه معرفش، يعني مفيش دولة بتستقبلهم. ألمانيا استقبلت الكلام ده، بس فين الدول العربية؟ أنا سؤالي بس، أنا كعربي بسأل الدول العربية فين؟ هيقولوا لي ما أنت مصري، السيسي فين ومش عارف مبارك فين وده فين. ماليش دعوة بحكام، الشعب هو اللي بيحرك الحكام. أي شعب يقدر يحرك أي حاكم، أي شعب يقدر يحرك الحكام بتوعه. لو 100 بس من دولة طلعوا عملوا مظاهرة، احنا بنستقبل، الا للأسف هو بس الدول الأوروبية هي اللي بتستقبل اللاجئين، لأن دول مش يعني الرحمة في قلوبهم زايدة شوية. هتقولي ما انت كده بتتغاضى على الدول العربية. مش قصتي اليوم الدول العربية ولا قصتي الكلام ده كله، قصتي الرعب اللي الناس بتموت من الخوف يوميا، مش يوميا، كل ساعة زمن بتعدي، كل ساعة زمن بتعدي اللي قاعد في بيته قاعد قافل على نفسه، خايف الباب يخبط، خايف يفتح. طب الأب اللي عياله عاوزين حليب عشان ياكلوا، خايف ينزل يجيب أكل. تسوى ايه دمعة الراجل؟ تسوى ايه؟ تسوى ايه دمعة الراجل لما بيشوف ابنه جعان ومش قادر ينزل يجيب له اكل عشان ما يتقبضش عليه؟ بل يكسروا عليهم البيبان. الاميجريشن دلوقتي تايلاندي غير معترف، او دولة تايلاند غير معترفة باللاجئين نهائيا. طيب، سجن بانغ كوانغ تايلاند. اشتهر سجن بانغ كوانغ بعمليات التعذيب الروتينية التي تتم داخله، كما أن سجناءه يتم تكديسهم بزنزانات ضيقة. أما السجناء الجدد فيتم تكبيل أرجلهم لأول 3 أشهر لهم داخل السجن. أما بالنسبة للطعام والشراب فيحصل المساجين على وجبة أرز وحيدة في اليوم، لذا يضطر إلى شراء الطعام من مقصف السجن. اقسم بالله انها تربط 2 و3 ما حدا عم يسجل يطلع لبرا. بكفي زول، بكفي بكفي بكفي. السلام عليكم اخواني، لازم اليوم نكثف الاتصالات باليو ان، لازم نحكي كثير اتصالات. الوضع بالاي دي سي تعبان. هاي الغرفة كنت انا فيها من حوالي 3 سنين، كان فيها 70 شخص، يعني اللي فيه 300 زلمة جوا، يعني اللي نوم ما في، العالم قاعدة ارفصة يعني الاكل جوا كلياته ما بيتاكل، اللي بيقدموه اصلا لا بيتاكل ولا بيشبع. في 3 عائلات، 3 عائلات تماما، نساء، امرأة كبيرة بالسن وفتاتين وأطفال
الآن تتجه إلى الIDC لتسليم أنفسهم. يا شباب، مشكلتنا مع اليون فقط يا شباب، فقط هذا الحل الوحيد. احنا ما يفيدنا إلا اعتصام قدام الأمم المتحدة. في ناس بالحبس قد صار لها، مثل ابن نجم قد صار له، هاي السنة الثالثة موجود بالIDC محتجز. العالم كله قام على الروهانجا لما قامت مشكلة الروهانجا وقال لك بيقتلوا في المسلمين الروهانجا. طيب فين الإنسانية بقى في الفلسطينيين والسوريين والعراقيين والمصريين اللي مسكوا في تايلاند؟ فين؟ أنا طالع أتكلم معاكم كده عادي وجه لوجه، مش بحضر زي ما بحضر كل ورقة الملف كل واحد وورقته وخطوة 1 2 3. طب انتوا تعرفوا ان في عائلات اتقبض عليها؟ حريم عجايز في السن بيتقبض عليها. حلال ولا حرام؟ تسوى ايه لما تشوف متجمعين يعني اقل من الحيوانات، يمكن عندهم وقفة شوية بالحيوان، بيطبطبوا عليه، لما دول بيجيبوهم يجروهم يركبوهم في عربيات، في حين ان في كلب مصري اللي انا كنت دايما بفضحه ده المسؤول الاول عن ارشاد اماكنهم. تمام؟ والله العظيم انت على مصر بتنزل لكم الصور تشوفوا بعينكم اسلام بيه المصري وهو واقف. يا شباب يا اخوات، انا قلت لكم لما فتنا على الاميجريشن اسلام المصري كان موجود وهو اللي معبينا. والله العظيم هو اسلام اللي جايبنا، وشفناه جوا بالاميجريشن بالIDC وقلنا له شو يا اسلام، طلعنا وهيك وتخانق هو وزلمه ثاني مصري هون معانا اسمه جرجس. اسلام اللي عم بيعبي العالم يا جماعه، وهاي انا قلت لكم. يلا المقابل عشان الحكومة تسيبك وانت اقامتك بايظة وفيستك مزورة وكل حاجة، اللي انت تسلم في اللاجئين. لما بتتسأل في اللاجئين دول ولاد 60 في 70، والله ابن 60 في 70 مفيش غيرك للأسف. حريم جوه السجن. طب الشباب نقول ماشي ممكن يستحمل، الرجالة اللي بال70 وال80 وال100 في غرفة، حلال ولا حرام؟ طب الستات، بلاش بقى الستات وبلاش الرجالة وبلاش العجايز، الأطفال. يعني الأطفال لما يبقى واحد عنده طفل عنده 3-4 سنين، ولما تبقى واحدة على ايديها طفل بيرضع، ده حلال ولا حرام؟ منظمة الUN الحكومة التايلاندية تقول لك غير معترفين بيها. طب في ناس بقى لها 4 سنين هناك و5 سنين، ده حلال ولا حرام؟ الUN يقول لهم اتحبسوا واحنا بنطلعكم. طبعا الUN مش هيقدر يغير سياسة الدولة. طبعا انت مش قادر يعني مش نافع في تايلاند. ليه انت كUN فتحت مكتب للجوء في تايلاند؟ ليه استقبلت وفتحت ملفات للاجئين؟ اقسم بالله ان اكتر من 2 و3 ما حدا عم يسجل يطلع لبرا. بكفي ذل، بكفي بكفي بكفي. السلام عليكم اخواني، لازم اليوم نكثف الاتصالات بالUN، لازم نحكي كثير اتصالات. الوضع بالIDC تعبان. هاي الغرفة كنت انا فيها من حوالي 3 سنين، كان فيها 70 شخص، عم يقول لي في 300 زلمة جوا، عم يقول لي نوم ما في، العالم قاعدة أرفصة يعني الأكل جوا كلياته ما بيتاكل، اللي بيقدموه أصلا لا بيتاكل ولا بيشبع. في تبعية العائلات، تبعية عائلات تماما، نساء، امرأة كبيرة بالسن وفتاتين وأطفال، الآن تتجه إلى الIDC لتسليم أنفسهم. يا شباب، مشكلتنا مع اليون فقط يا شباب، فقط هذا الحل الوحيد. احنا ما يفيدنا إلا اعتصام قدام الأمم المتحدة.
في ناس بالحبس قد ايه صار لها، مثل ابو نجم قد ايه صار له، هاي السنه الثالثه موجود بالاي دي سي محتجز. وين الرحمة؟ وين الإنسانية تبع اليو إن؟ نحن مرضنا اليو إن، نحن معاناتنا بسبب اليو إن، نحن وجعنا بسبب اليو إن، واللي مات هذا أول امبارح شاب مثل الوردة اخطيته برقبة اليو إن، لأن اليو إن هي المسؤولة عننا. نتوقع في أي لحظة تتم عملية المداهنة، فإذا كانت عملية المداهنة تمت من قبل الحكومة التايلاندية فإنه مصيرنا السجن. أولادنا يلي عم تكبر من دون هوية، من دون أوراق ثبوتية أو رسمية، جوازاتنا يلي معظمها انتهت صلاحيته. لأنه ما عاد فيني أتحمل، أنا أولادي بالسجن قاعدين بالسجن وكل واحد مسؤول. حتى سمعنا اليوم إنه في من كم يوم 2 ميتين غرفة 14، ما بعرف إذا هذا الخبر صحيح ولا لا. أنا أم أولادي اثنين بالسجن، ولما عم بسمع هاي المعاناة بالسجن كيف بدي أكون؟ اخت فاطمه هلا حكينا مع اليو ان، عم تقلنا اليو ان لا تهربوا وسلموا حالكم ولا تحاولوا تفروا من الدوله التايلانديه، ونحن حلنا الكم وحمايتنا الكم انه ما تترحلوا، بس ما بدنا ضغط على اليو ان، بس ضغط على اليو ان مشان دول اعاده توطين، لانه اليو ان ما حدا قدر تساعدنا بشيء، والدوله التايلانديه مصره انه تفوت الكل على السجن. رقابنا الآن بإيدين الحكومة التايلاندية. تنصرت اليو ان من كافة مسؤولياتها، ما عندها أي حلول، ما عاد عندها أي جواب لأي سؤال. ما اللاجئ اللي طالع من حرب مش لاقي كلام اقوله، قسما بالله انا ما لاقي كلام اقوله. اللاجئ اللي طالع ميتينه في كل حته خلقها ربنا، مش بيدور على حاجه غير على حاجه واحده بس، وطن يعيش فيه ياكلها بالحلال. لقوا تايلاند طلعوا على تايلاند، عاشوا في تايلاند، الكلام ده كله. قول لي انت كأب ايه شعورك لما تشوف ابنك وهو على ايد مراتك وفي سجن؟ تسوى ايه دي؟ يعني تسوى ايه؟ وفي سجون تايلاندية، رعاية صحية مفيش، ده مفيش. الناس بتموت من الرعب كل يوم. يعني نفس العالم كده، والمشاهير اللي طالعين بيصوروا لي الكيك، وانا اكلت كيك النهارده، اللي طالع بيصور لي انا اشتريت السيرم ده والشعر ده. انتوا كمشاهير مش قادرين تعملوا حاجه لله؟ تطلعوا تتكلموا عن اللاجئين. ما تبصش للاجئ ده جنسيته، بص ان هو انسان، بس بني ادم من لحم ودم، وكلنا ولاد ادم، كلنا ولاد سيدنا ادم، بجنسياتنا، بدياناتنا، باختلاف اعرائنا، باختلاف كل حاجه، بس كلنا بنرجع لسيدنا ادم، وكلنا مخلوقين من طين. انتوا كمشاهير فينكم من الاحداث اللي دايره في تايلاند؟ 600 عيلة يوميا بيتم القبض على 5-6 عائلات ويضعهم في السجن، واليو ان لا حول ولا قوة. اليو ان خلاص شال ايده، مش عارف يعمل حاجة. طب مين اللي هيعمل؟ بتاخدوا واحد معاكم في الحملات اللي مدعو اسلام المصري ومؤيد السوري، مؤيد بالسوري دوت مترجم للأسف. اللي انت سوري واللي بيتقبض عليهم فلسطيني سوري، ومنهم سوريين، ومنهم عراقيين، ومنهم فلسطيني عراقي، ومنهم مصري. مش هقولك اللي انت بتقبض على اولاد بلدك او بترشد على اولاد بلدك، تمام؟ لكن على بني ادم عربي زيه زيك مش حلو. ربنا ما بيرضاش الظلم يا جماعه، قسما بالله ربنا ما بيرضى الظلم. فين بس
مشاهير، ده عنده 70,000 في سناب، وده عنده 1,000,000 في سناب، وده عنده 500,000، وده بس فالحين كمشاهير تصوروا وانا الاعلان عندي ب5000، الاعلان عندي ب1000، الاعلان عندي مش عارف ايه. طب مفيش اعلان لاخرتك؟ مفيش اعلان لاخرتك؟ هتكسب حسنه؟ الناس هتقول لي نساعد اللاجئين ازاي؟ هيخش له واحد يقول لي طب ممكن نبعت لهم معونات. الناس مش محتاجه معونات، الناس دي محتاجه حد يحس بيهم، حد يسمع مناداتهم. طب شباب بنقوله يتسجن ماشي، الحريم، الحريم، الستات العواجيز تسوى ايه؟ دمعة اب بتنزل تسوى ايه؟ دمعة الراجل لما بتنزل قوية يا جدعان، والله والله قوية. فحرام بناشد انا اغلب خلق الله، بناشد الناس ان ينشروا الفيديو، يحسوا عشان الناس كلها ما بتنشرش، يحسوا ان في لاجئين وفي بني ادمين في تايلاند، في السجون التايلانديه بيتهانوا. وانت يا حكومه تايلاند نفسي تعاملي اللاجئين ان هم بني ادمين، لا اكتر ولا اقل. عاملوهم ان هم بني ادمين، دول لاجئين، دول ولا حراميه ولا قطاع طرق ولا بتوع قاتلين حد ولا الكلام ده كله. دول كل ذنبهم في الحياه بلادهم اتدمرت، عاوزين يطلعوا من الامان، دخلوا على تايلاند، قدموا في اللجوء. في اي دوله في العالم بيخشوا على يونايتد نيشن يقدموا، اليونايتد نيشن بيطلب لهم الحمايه وبيكون باتفاق مع الحكومه بتاعت البلد اللي هم بيكونوا فيها. لكن لما يبقى تايلاند غير معترفه، طب انتوا فاتحين مكتب اليونايتد نيشن ليه؟ ليه سايبينه لغايه النهارده؟ ده السؤال. انتوا كحكومه، احنا ما بتكلمش في سياسه حكومه، بس عاملوهم ان هم بني ادمين. دي ناس ولا داخله تقتل ولا داخله تسرق ولا داخله مش عارف ايه. الشباب نقول ماشي، هيقدروا يستحملوا سنة، بس بالله عليكم بالله عليكم، بتودع ده حلال؟ ستات بأطفالهم، ذنب ايه طفل صغير يكون شاف صواريخ وشاف مش عارف قذايف وشاف مش عارفه ايه وراح عاش في تايلاند ولا في اي دولة، فجأة تلاقي بوليس بيخبط عليهم، بياخد ابوه بياخد امه وبياخدوا معاه. طب الطفل ده بيعمل ايه يا جدعان؟ طفل، تخيلوا الطفل ده لما يكبر ما عندوش عقدة. طب الناس اللي بقالها 4 و5 سنين في تايلاند وخلفوا في تايلاند، بقت معاهم شهادة ميلاد تايلاندية، الأبناء ولا بتتعلم ولا الأبناء بتدرس ولا الناس بتدرس، مستقبلهم ضايع. والله العظيم 3 يا جماعة، نفسي تحسوا بالبني آدمين، نفسي، لا أكتر ولا أقل. أنا مش عاوز حاجة، أنا ما بعملش فيديوهاتي دي عشان خاطر الناس تنتشر ولا الكلام ينتشر ولا الكلام دوت ولا أطلع أنا مشهور. طغور الشهرة متلزمنيش، تيجي عليا بخسارة. ده يخش يسأل وده يخش يشتم وده يخش يهاجمني وده يخش يشتم من غير ما يعرف وده يخش يقولك ده مصري ده. خلاص بقيت يعني الكلام ده كله بالنسبة لي عادي. أنا لما طلعت واتكلمت عن الإسلام المصري ناس كتير هاجمتني، بس دلوقتي الإسلام المصري بناء على إيه بيطلع الهجمات مع الشرطة ومع الكلام دوت؟ الشرطة سايباك ليه يا إسلام؟ سايباك ليه وأنت ما عندكش إقامة؟ الإقامة اللي أنت خدتها على القضية المرفوعة عليك، على ذمة قضية. بناء على إيه حكومة تايلاند بتخلوا واحد غير شريف من العصابة
عامل عصابة عربية لنفسه لابتزاز اللاجئين، لابتزاز العرب، لابتزاز الخليجيين، سايبينه ليه؟ بناء على ايه؟ انتوا لو حكومة شريفة يبقى شخص زي ده يتقبض عليه. العدل اساس الملك، والمساواة في الظلم عدل. انتم لو حكومة شريفة تعتبروها بقى مسبة، تعتبروها شيء تاني مش بتاعتي، تطلعوا تقبضوا على دوت. بناء عليه كام قضية؟ شخص غير شريف ده لما بني ادم بيكون عليه قضية واحدة الناس العمل بيقول له انت موقوف عن العمل لانتهاء التحقيق، وده بناء على ايه بيعمل كل ده؟ بس انا نفسي افهم، بس انا عاوز افهم، طالما انتم بتخلوا بلادكم بقى حلوه وبتخلوا احنا بنقبض وبنعمل، يبقى تقبضوا على اللي عامل عصابه عربيه دوت. يعني اللاجئين اسلام كان بيسترزق عليهم ازاي؟ يبعت لهم 2 شرطه، اقبض على الفلسطيني ده، اقبض على السوري دوت، يروح القسم يدفع 20,000 بات عشان يطلع، شهر ويتمسك تاني، وشهر ويتمسك تاني. لما انتوا حكومه شريفه هل تعلمون باللي بيعمله اسلام المصري مع اللاجئين؟ ادوني بقى، هاتوا اسألوا كام لاجئ من اللي اتقبض عندكم او اللي انتوا قبضتوا عليهم يا حكومة يا شريفة، كام واحد دفع في اسم اللومبيني فلوس عشان يسيبوه على مدى شهرية بقى، كل شهر بيتمسك، كل شهر ونص يتمسك، يدفع له 20,000 بات، 30,000 بات، 50,000 بات. اللي بيشتغل بيه طول الشهر واللي بيشتغل ويتسلف ويتداين عشان يطلع عشان خاطر عياله، دلوقتي بقت خلاص بقى مفيش فلوس تدفع. دلوقتي ايه؟ فلان ساكن في البيت الفلاني، وفلان ساكن في الحته الفلانيه، وفلان ومجند بقى ناس، اعرف لي ده ساكن فين وليك رزقتك. حلال ولا حرام؟ حلال ولا حرام؟ انتوا لو حكومه شريفه ده يخش السجن مع اللاجئين. مساواة في الظلم عدل، لا اكتر ولا اقل. ويا ريت الفيديو ده يلف على مستوى العالم كله. انا مش ههدى ولا هنام اليوم قبل ما الفيديو ده باذنك يا رب يوصل لكل بيت في العالم. انا على استعداد انزله باللغه الانجليزيه كامل، وعلى استعداد انزله باللغه الروسيه، دول اللغتين اللي انا اعرفهم. اوكي؟ على استعداد برضو اترجمه ترجمه كامله وباللغه التايلانديه كمان. هخلي الفيديو ده يلف في كل بيت في العالم، مش في الدول العربيه، في العالم. ومش هنام غير قبل ما اعملها، مجنون وهعملها باذنك يا رب، عشان خاطر حاجه واحده بس، عشان الاطفال، النسوان، الستات الكبار في العمر، الشباب اللي لا حول ولا قوه، الرجاله اللي لا حول ولا قوه ليها. ارجوكم 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 بصوا شويه بعين الانسانيه. انسانيتكم فين؟ قسما بالله لو تشوفوا من الوضع في تايلاند حاليا تبكوا. انا شفت صور وشفت فيديوهات دمعتي نزلت، انا سبحان من موقف دمعتي. ان حرام. انظروا اللاجئين دول انسان، انشروا قصتهم، تابعوهم، ساعدوهم حتى لو بالدعاء، لا اكتر ولا اقل. انا كل اللي بعمله ده مش مستني حاجه من حد، دعوه في الغيب بس، والحمد لله ربنا ساطرها معايا في كل حاجه لغايه اليوم. اسف اللي انا طولت عليكم، ربنا يكون في عون اللاجئين، وربنا يصبركم.